بسم الله الرحمن الرحيم. إداريين ومشرفين ومراقبين وأعضاء الموقع الرسمي لأختي الغالية الكبيرة قدرا ومقاما الفنانة أحلام. وهذا الملتقى ما بيسميه منتدى، هو ملتقى إعلامي لأن يشمل فيه كل ما يخص فنانة العرب الأولى أستاذة أحلام. وتحية كبيرة حق كل اللي موجودين. طبعا نقول ألف مبروك مناسبة مرور 5 سنين على افتتاح هذا الموقع وهذا المنتدى الراقي الجميل بأعضائه وبإدارته. لحظة أنا أي لفة بلف ما أدري، خلنا نلف هذه معلش اعذروني أنا رايح فنون فمتواجد. anyway فألف مبروك على ال5 سنين، وإن شاء الله نتلاقى معاكم كل سنة. يعني أنا كل سنة أتشرف تقول علي نقول كلمة حق الموقع هذا، وخصوصا الموقع هذا لإنسانة، يعني هي إنسانة قبل لا أقول عنها فنانة، لأن هي فنانة العرب الأولى بدون منازع على راسي. لكن أقول الإنسانة ليش؟ لأن أنا بحكم أن أنا اختلطت فيها. أنا كنت كورال، أركب لها كورال في ألبوماتها وطلعت معها أكثر من حفلة، والله وفقني ولحنت لها تقريبا بحدود 5-6 أغاني. لكن الأغاني هذه أغاني خاصة، أغاني مناسبات كانت من ألحاني وغنتهم أستاذة أحلام. والحمد لله وقفت وراها ككورال، ووقفت قدامها كملحن وغنت من ألحاني. الحمد لله غردت من ألحاني. الإنسان هذه ما تغني، في ناس يغنون لكن في ناس ثانيين يغردون، في ناس يقولون الكلام، وفي ناس يغنون الكلام، لكن هي تعيش الناس الكلام اللي تغني. الله يعطيها الصحة والعافية أحلام. والتقيت فيها أنا طبعا ملايين المرات، وأخت عزيزة. وما أنسى لما كنت أنا كورال وكانت تكلمني تقول لي مشعل يلا أبيكم الأسبوع الجاي تجون عندي، يب الجروب الكورال مالك تعالوا عندي عشان أركب ألبومي بمصر. كنت أروح هناك، وكانت يعني كثر ما إنسانة هاي فعلا متواضعة وكذي تسوي لنا تطبخ لنا بيدها. يعني مرة طبخت لنا بغينا نموت بأكل حلو وبمصر، ومسويت لنا أكل صح ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحة والعافية. فالحمد لله يعني مو مقصرة. والإنسانة هذه أنا ما استحي أقول لما كنت أروح أركب عندها أغاني خاصة، يعني أخليها تركب أغاني خاصة من ألحاني، كانت هي تقول لي مشعل تفضل هاي فلوس حقك هدية مني. أقول لها طال عمرك أنا أعطوني حسابي. تقول لا مالي شغل فيهم، هذا أجرك أنت أنا أعطيك. فما استحي أنا أقول الكلام هذا، لأن هذا هي إنسانة لها فضل علي، من ضمن الناس اللي لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. ودخلتني بيتها بقطر ما قصرت، عدتني من ضمن العائلة أيام للحين ما كان فاهد للحماية. طبعا مبارك على راسي، من أرقى الناس من أطيب الناس في الدنيا، مبارك هاجري زوج أستاذ أحلام، كلهم على راسي والله. وأحلام شنو أقول يعني، والله العظيم لما كنت أركب صوتها في تكون بالإمارات، فأطلع من الكويت أروح الإمارات، أول ما أوصل ولا دق علي ها مشعل وصلت، طمن علي أخت عودة يعني أخت للكل، تقول لي مرتاح بالأوتيل، تبي أغير لك الأوتيل، تبي كذا. إنسانة هي إنسانة فوق ما أي أحد يتخيل. والله يعطيها الصحة والعافية. كانت ولا زالت وحتظل إنسانة وفنانة بكل ما تحمل كلمة فنانة من معاني، بكل المقاييس هي فنانة العرب الأولى، وإذا اسمحوا لي الناس والأخيرة على راسي. أحلام وموفقة إن شاء الله دائما، وإن شاء الله يبلغنا فيك وبعيالك إن شاء الله، وموفقة دائما إن شاء الله. وأنا على فكرة أنا الحين يعني بحكم أن أنا عندي برامجي كمذيع في إذاعة وتلفزيون، وعندي مسرحيات أمثلها ومسلسلات، ونزلت أغاني سنجل وكذي، فما قمت أروح أركب كورال. لكن في عندي ناس معينين أروح لهم كورال، لأن هذول الناس اللي يطلبوني ما أقدر أردهم. منهم مع حفظ الألقاب كلهم أساتذة، عبد الله رويشد، نبيل شعيل، بشار الشطي، والأستاذة أحلام فديت عمرها. هذول الناس لما يقول لي مشعل تعال أوكي أنت مذيع إذاعة تلفزيون، أنت بتمثل مسلسل مسرحيات وفيلم وكذي، أنت منزل أغاني، أنت للجمهور تعال ركب لي كورال. أقول حاضر، لأن هذول أهلي
وانا بديت معاهم، فحيظلون اهلي وحظل انا تحت امرهم، اخواني، واتشرف ان انا اتعامل معاهم في كل المجالات. لو تقول لي احلام تعال كورال، راح اروح لها كورال، ليش لا؟ اختي العوده يا عم ركبت لها كورال، ليش استحي؟ بالعكس كورال ما في شيء. لما تقول لي مش عايز اسوي لها الاغنيه، اسوي لها الاغنيه. فاحلام ما راح يجزينا الدقائق البسيطه هذه، ما راح تجزينا في تسجيلنا انا اقول شنو احلام، لان هي خت كبيره وما راح تجزينا الدقائق هذه عشان انا اقول شنو احلام بالنسبه لي. واحلام بالنسبه لي ولكم وللكل شيء كبير، وحتظل شيء كبير. فالله يعطيه الصحه والعافيه وموفقه ان شاء الله. وان شاء الله ما اكون قرقت وايد، مع اني ادري اني قرقت وايد. وان شاء الله انا بالمناسبه شغلي كله اللي سويته واللي قاعد اسويه واللي راح اسويه يكون يعجبكم ان شاء الله باذن الله. مشكورين، يعطيكم الف عافيه اداريين ومراقبين ومشرفين واعضاء هذا المنتدى الراقي، منتدى الفنانه احلام الرسمي. على راسي اخوكم مشعل الشايع. مشكورين، سلام عليكم جميعا.